يقول أهل العلم: خاب وخسر من رجحت آحاده على عشراته. يعني الحسنة بعشر أمثالها والسيئة واحدة، ومع ذلك ترجح السيئات على الحسنات. هذا دليل الخيبة والحرمان والخسران. خاب وخسر من رجحت آحاده وزادت على عشراته. ففضل الله جل وعلا وكرمه وجوده يجعل الحسنة بعشر أمثالها، هذا أقل تقدير، وإلا فالله جل وعلا يضاعف إلى 700 ضعف، وفتح لنا أبواب وآفاق توصلنا إلى جناته ومرضاته، وضاعف لنا الأجور على أعمال يسيرة. يعني لو أن الإنسان يكثر من الاستغفار بحضور قلب لا مع الغفلة واللهو لكان له شأن غير شأنه الذي يعيشه.